مدينة كاملة بتحاربك ومختلفة معاك، ورغم كده بتسيب كل أماناتها عندك. موضوع غريب جدا، وهو ده اللي حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كل قريش، كل مكة بتحارب الرسول، مش عايزاه ينشر الدعوة، ورغم كده وجهاء قريش سايبين الأمانات بتاعتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ لأن الرسول كان معروف بالصادق الأمين، عارفين إن هم أما يسيبوا حاجتهم عنده هتفضل موجودة. وسبحان الله، هو ده فعلا اللي الرسول عمله. حتى لما جه هاجر من مكة للمدينة وهو في أكبر قمة الاختلاف مع قريش، كان الرسول حريص إن هو يرد الأمانات، وسابها مع سيدنا علي علشان يردوا الأمانات لقريش. ودي على فكرة من الحاجات اللي ساعدت إن الناس كتير أما الرسول كان ينشر الدعوة إن هم يسمعوه، لأن هم عارفين عنه إن هو مش كذاب، وعارفين عنه إن هو أمين. وعلشان كده في الحياة اللي احنا فيها وسوق العمل اللي احنا بنبقى فيه، السمعة الطيبة والسيرة الحسنة هي بتبقى من أعلى درجات رأس المال اللي بيكون عند الواحد. فممكن واحد يكون شاطر ولكن مش مصدر ثقة، فبنسبة كبيرة ممكن ينجح في خطوة من خطوات حياته، ولكن ده مش هيخليه يستمر في نجاحه طول حياته. في العصر اللي احنا فيه ومع انتشار السوشيال ميديا، هتلاقي في ناس كتير بتهتم انها تركب ترند، او انها يبقى عندها فولورز كتير، وحتى لو كان اللي هي بتنشره او اللي هي بتقوله كلام غير موثوق. فتخيل بقى اما بنيجي بنقارنه، اما نيجي نتعلم بالرسول عمله وهو الصادق الامين، ممكن نلاقي جاب عامله ازاي في حياتنا وفي حياه الناس اللي حوالينا. وهنلاقي كمان ان في السنه معاني كتير بتحثنا على الكلام ده. فهتلاقي الرسول بيقول انما البيع عن تراض، فمش مجرد بيع وخلاص، ولكن مهم ان الطرفين يكونوا راضيين، ومهم ان يكون الطرفين يكونوا راضيين ومبينين اللي موجود في السلعه وموجود في البيع والشراء اللي ما بينهم. وهنلاقي كمان ويل للمطففين. فالدين والسنه بيعلمونا ان البركه بتكون في الرضا، والبركه بتكون بالوضوح ما بيني وما بين الناس اللي انا بتعامل معاهم. وفي واقعنا برضو هتلاقي ان ممكن عملية بيع واحدة تساعدك ان انت تبيع قدامها 10، علشان انت اتعاملت بصدق وتعاملت بامانة ووضوح مع اللي قدامك. وعلشان كده مهم في تعاملاتنا اليومية وتعاملاتنا في الشغل ان احنا ما ننساش المعاني دي، ونفتكر دايما ان هو ده رأس مالنا الحقيقي. ودي كانت الحلقة الثالثة من سلسلة فيديوهات حصل زمان.